في ليلة رمضانية هادئة تتناثر الأضواء في السماء، وبينما تهدأ الأصوات تضيء الطرقات والشوارع في كل مكان، فتثير في النفوس شعورا خاصا. ولكن هل تساءلت يوما عن أصل هذا الضوء؟ ولماذا ارتبط ارتباطا وثيقا بشهر رمضان في مصر؟ لنعد معا عبر الزمن ونغوص في أعماق التاريخ لنكشف سر الفوانيس في رمضان، وكيف بدأ هذا التقليد القديم، وما الذي جعل الفوانيس تظل جزءا من أجواء رمضان حتى يومنا هذا. دعونا نبدأ من مصر الفرعونية، حيث كان الفراعنة يعرفون كيفية إشعال الأجواء بالنور. في تلك العصور البعيدة كان هناك عيد مميز يسمى عيد المصابيح، يحتفل به في الشهر القبطي كيهك، الذي يقابل في التقويم المصري الفترة من 10 ديسمبر إلى 8 يناير. كان المصريون القدماء يضاءون المصابيح والفوانيس أمام بيوتهم ومعابدهم ليخلقوا مشهدا ساحرا يعبر عن روحانية واحتفال. كان الاحتفال يصل ذروته في معبد الإله أوزوريس في صالحجر، في مكان يعرف اليوم بمركز مسيون في محافظة الغربية. كان الناس يقدمون القربانات لهذا الإله ليحتفلوا ويشكروا الأضواء التي تضيء دروبهم، ليكون هذا العيد هو أول خيط في تكوين تقليد الفوانيس الذي نراه اليوم في رمضان. ومع مرور العصور انتقل هذا التقليد إلى العصر البطلمي ليصل إلى مدينة إسنا، حيث نقش الفراعنة هذا التقليد على جدران معابدهم. لكن ما يميز هذا الانتقال هو أن الفوانيس لم تكن مجرد إضاءة، بل أصبحت جزءا من الاحتفالات الرمضانية الشعبية. كان الأطفال يحملون الفوانيس المضاءة ويرددون بحماس أغنيتهم الشهيرة وحوي وحوي إياحة. كان الصوت يملأ الشوارع ويثير في النفوس سعادة وبهجة، وكأن الفوانيس أصبحت صوتا يرن في الأرجاء، يحمل في طياته أصداء العصور القديمة. لكن ما هو سر عبارة وحوي وحوي إياحة؟ هي كلمات تحمل في داخلها تاريخا طويلا من الحضارة المصرية القديمة. كلمة إياحة هي مزيج من كلمتين، إح وهي تعني القمر، وحا التي تشير إلى الروح أو الحياة. أما وحوي فهي صيغة تعبيرية قديمة تعني اطمئن. إذن العبارة كلها تعني اطمئن، القمر يضيء السماء. كان الأطفال يرددون هذه الكلمات وهم يحملون فوانيسهم، وهم ينظرون إلى القمر الذي يزين السماء. كما كانت الفوانيس تضيء الشوارع وتبعث الأمل في قلوبهم. اليوم ما زالت الفوانيس تضيء سماء رمضان، ولكنها لم تعد مجرد مصابيح تضيء الطريق، إنها رمز من رموز التراث المصري، تحمل في طياتها قصة طويلة من الأعياد والاحتفالات، وتحدث عن ضوء الماضي الذي يستمر في الحاضر. فحتى في ليالي رمضان الحالية تظل الفوانيس جزءا من الذكريات والأجواء التي تملأ الشوارع بالبهجة والسرور، رابطا بين الماضي والحاضر ومنبعا للنور الذي لا ينطفئ. وهكذا تظل فوانيس رمضان جزءا من كل عام، محملة بتاريخ طويل من الفرح والاحتفال، لتبقى ذكرى من الماضي وحياة للأجيال القادمة.